ازاي ممكن الاهلي يكسب بالميراس في كاس العالم للانديه؟ ماتش بالميراس بالنسبه للاهلي فرصه كبيره جدا، لان فوز الاهلي معناها تاهله لدور ال 16 بنسبه كبيره. طيب عشان الاهلي يكسب بالميراس لازم يركز على 3 حاجات مهمين جدا. الحاجه الاولى، الاهلي لازم يقوم بضغط عالي قوي على بالميراس من اول الماتش. فلو قدر الاهلي يضغط على بالميراس ضغط عالي منظم هيربكوا ويغلطوا كتير، ولما الفريق هيغلط هيفقد الكوره كتير، وهنا هنقتل هجمات بالميراس. تاني حاجه مهمه للاهلي استغلال الاطراف والكرات الثابته والكرات العرضيه، لان الكرات الثابته والكرات العرضيه بالذات نقطه ضعف كبيره جدا عند بالميراس، ودفاعه ما بيعرفش يتعامل معاها كويس، وممكن الاهلي يخطف منها جول. اما تالت حاجه بقى فهي التحولات الهجوميه السريعه للنادي الاهلي. لازم لعيبه الاهلي اول ما تسترجع الكوره تبتدي تعمل تحولات هجوميه بسرعه، لان الفريق بيكون متقدم ويبقى عنده فدان مساحات في الاطراف. والاهم من كل ده وده ان الشناوي يكون في يومه. سيبولي في الكومنتات تحت توقعاتكم ايه للماتش